الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله مولانا العظيم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من الخطأ والنسيان يا رب العالمين اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من
لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا عدوا إلا خذلته ولا تائبا إلا قبلته ولا جاهلا إلا علمته ولا مجاهدا في سبيلك إلا ناصرته ولا ولدا إلا أصلحته ولا عيبا إلا سترته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حقا إلا استخرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. اللهم ادفع الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين أيديهم سالمين
والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح نيتنا وذرياتنا. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقطع دابر الفساد والمفسدين في بلدنا هذا خاصة وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك بعزك وذلنا إلا رحمتنا. هذه نواصينا الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبادك سوانا كثيرون وليس لنا سيد سواك. نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وذلت لك نفسه وفاضت لك عينه. اللهم لا رب لنا سواك فندعوه، اللهم لا رب لنا سواك فندعوه. ولا مالك لنا غيرك سواك فأرجوه، ولا مالك لنا غيرك فنرجوه. من نطلب وأنت المطلوب، ومن نسأل وأنت صاحب الكرم والجود. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم وخيرك العليم يا جواد يا كريم. اللهم اعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا،
دعاك فأجبته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته، وتوكل عليك فكفيته، وتاب إليك فقبلته. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الهلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع به عنا النقم، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله لقلوبنا شفاء، ولأسقامنا دواء، ولأبصارنا جلاء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه، ويؤمن بمتشابهه، ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا يا كريم. اللهم اجعل القرآن العظيم شاهدا لنا لا علينا يا كريم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، ويقينا صادقا، وعملا متقبلا، وتوبة صادقة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة ورحمة بعد الموت. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اجعل القبور بعد فراق هذه الدنيا خير منازلنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا، وارحمنا في الموقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا، ونجنا من كربات يوم القيامة، وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة والمجرمين. اللهم وأسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارحم ضعفنا، وتول أمرنا، وأجبر كسرنا، واجبر كسرنا، وفك أسرنا، وحرم على النار أجسادنا.
اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونسألك عيش السعداء ومنازل الشهداء ومجاورة الأنبياء والصبر على البلاء والنصر على الأعداء. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت العرض واسترنا يوم العرض يا رحمن. اللهم لا تفرج جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وفارقنا الأهل والأصحاب وواجهنا الحساب وحيل بيننا وبين العمل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار ورقاب والدينا وجميع المسلمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا من النار يا عزيز يا غفار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك واجرنا من عقوبتك ونيرانك واجعل مآلنا إلى جناتك. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم أعد علينا رمضان أعواما متتالية وارزقنا الزهادة في الدار الفانية وارفع منازلنا في جنات عالية. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وغفرت زلاله وإجرامه ووفقته لطاعتك فاستعد لما أمامه. اللهم ارزقنا الاستقامة على دينك في كل زمان، في رمضان وفي غير رمضان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين واجعلهم هدى مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم وفقهم لطاعتك وشغلهم أسباب سخطك واجعلهم ذخرا للإسلام والمسلمين. اللهم أصلح نساءنا ونساء المسلمين، اللهم أصلح نساءنا ونساء المسلمين واحفظهن من التبرج والسفور والاختلاط وصرهن أن يفتن أو يفتن ومن تضليل الكفرة والمفسدين.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئة عفوا وغفرانا. اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين. وارحمنا اللهم إذا سرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب والجنادل وحدنا وحيل بيننا وبين العمل. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت بالحياة الدنيا وفي الآخرة واجعلنا من الآمنين. اللهم هون علينا سكرات الموت وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنك سميع الدعاء. اللهم طهر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين وأخرجهم منه أذلة صاغرين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم وعراة فاكسهم وجياع فأشبعهم ومساكن فارحمهم يا راحم المساكين يا راحم المساكين ويا ناصر المستضعفين. اللهم عليك بكل عدو للإسلام والمسلمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم واجعلهم هم وأموالهم غنيمة للإسلام والمسلمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم فها نحن ندعوك فاستجب لنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر أمير البلاد محمد السادس. اللهم انصره ولا تنصر عليه. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم يا رب شفيه وعافيه. اللهم بارك له في صحته. اللهم
فاشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا رب تقبل منا هذا الصيام وهذا القيام. اللهم اجعله في ميزان حسناتنا. اللهم شفعه فينا يوم القيامة. اللهم شفع فينا الصيام والقيام. اللهم اجعلنا ممن يدخل الجنة من باب الصيام. اللهم اجعلنا ممن يدخل الجنة من باب الصيام. يا عزيز يا غفور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.